السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ان شاء الله هنفرز البسلة بقى لشهر رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. بس هنفرزها بطريقة جديدة وجميلة جدا. بجد الطريقة دي بتفرق جدا في طعم البسلة عن اي طريقة تفريز تانية. ان شاء الله هتعجبك جدا الطريقة دي، وهتتبعيها بإذن الله وهتدعيلي. بجد انا جربت الطريقة دي السنة اللي فاتت وكانت حلوة جدا. وبصوا حسيت في فرق كبير في الطعم. يعني انا بفرز البسلة عادي، يعني بفرطها واحطها في الاكياس، كنت بفرزها كده وفي الاكياس عادي. لكن الطريقة دي بجد جميلة جدا وهتحافظ على اللون الاخضر الجميل بتاع البسلة وكأنها طازة. هنشوف بقى الطريقة الجميلة دي إن شاء الله. نبتدي كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بس يا ريت بقى قبل ما نبدأ تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك لو أول مرة تشوفوا قناتي. بصوا يا حبايبي، هي البسلة دلوقتي سعرها 15 جنيه تقريبا. أنا جايبة الاتنين كيلو ب15 جنيه. أنا أو جايبة يا ربي الاتنين كيلو على 30 جنيه، يعني الكيلو ب15. خلاص. أنا جبتها طبعا من السوق، بس نقيت طبعا البسلة اللي بتكون مليانة شوية عشان ما تاخدش وقت معايا. وفرطتها طبعا، كلنا بنعرف نفرط البسلة بالطريقة العادية جدا. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنبدأ اهوت. هنبتدي ان احنا نغسلها كويس قوي، بس من يعني ايه، ما نهريهاش قوي في الغسيل. يعني زي ما انا بعمل كده بالظبط. باخد شوية من البسلة تحت المية الجارية كده، وايه، وبشطفها كويس جدا، وبكون مجهزة مصفى وبصفيها في المصفى. خلاص. بس هو اول خطوة ان احنا بنغسلها ونصفيها. تمام. بعد كده بعد ما البسلة تتصفى معانا خالص اهي، بعد ما البسلة تتصفى معانا خالص هنبدأ بقى نشتغل بالطريقة. نعمل ايه؟ انتوا خلاص صفيتوها اهو. هنجيب حلة على النار، حلة كده على النار، ونجيب مكعبين من الزبدة او حتة سمنة، اي حاجة، يعني معلقة من السمنة او مكعبين زبدة. بس زيت لا، يا زبدة يا سمنة. خلاص. وهنبتدي ان احنا نشوح البسلة. طريقة التشويح يا حبايبي بجد دي طريقة صحيحة جدا للبسلة، وبتخلي طعم البسلة جميل جدا. ان شاء الله يعني لما تجربيها وتشوفي الطريقة دي في الطعم، بعد كده لما تيجي تطلعي الكيس من الفريزر كده وتطبخيه، بجد طعمها بيبقى مختلف، طعمها بيبقى طازة اكتر كده، طعمها بيبقى حلو. وكمان اللون بتاع البسلة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اللون يعني بيتحول لأخضر، كمان لأخضر عن مكان. خلاص. بنبتدي ان احنا نشوحها كده، يعني مفيش 5 دقايق، 5 دقايق كده على النار. يعني ان انا ما بنشفهاش قوي، لا، انا بس بشوحها في حتة الزبدة، مكعبين الزبدة، لحد ما تبقى. بصوا بقى اللون بعد 5 دقايق، بصوا عمل ازاي. ما شاء الله بتبقى جميلة جدا. وكمان سهلة في الاستخدام. يعني انتي ولا هتفضلي تطلعي الكيس ولسه هتغسلي بقى اللي انتي هتغسلي اللي انتي كنتي مفرزاه. لا، انتي هتطلعيه من الكيس على الحلة اللي فيها الصلصة على طول، هتبقى جاهزة معاكي. خلاص. انا سبتها بقى تبرد، يعني بعد ما شوحتها كده 5 دقايق سبتها تبرد خالص. وبعد كده ابتديت ان انا اجهز الجزر. انا حبيت ان انا افرز كمان معاها الجزر. انا كنت بفرز الجزر لوحده في اكياس لوحده، بس الطريقة دي حلوة جدا ان انتي تعيني معاها الجزر. انا هعينها ان شاء الله في علب كده، لعلب التلاجة، او ممكن تعينيها في اكياس عادية. بصي الجزر مفهوش اي افتكاسة ولا اي حاجة، هو يا دوبك احنا بنغسله ونشطفه كويس. وبعد كده بنبتدي ان احنا نقشر الطبقة الخارجية من الجزر ده، والقطعة اللي تحت دي بنشيلها الخضرة، ونبتدي نقطعه بأي تقطيعة تناسبك، يعني أي تقطيعة انت عايزاها. بس الحتة اللي هي الخضرة اللي هي في آخر الجزراية دي لازم نشيلها، عشان هي دي بتبقى مرة شوية. خلاص. يعني الجزر سهل جدا ان احنا نعينه بالطريقة دي.
بيبقى جميل جدا. خلاص اهي الحتة الخضراء اللي انا بقولك عليها دي لازم نشيلها، وقطعيه بالتقطيعة اللي تريحك. خلاص البسلة بردت معايا والجزر جاهز معايا. بصوا بقى لون البسلة بجد، يعني انا كنت فرحانة باللون جدا. اللون حلو قوي، يعني اللون ما شاء الله عن ما كانت كمان انتي مقشراها. هبتدي ان انا اجهز العلب دي بتاعت التلاجة. لو حابة ان انتي تفرزي في اكياس عادي جدا، بس العلب دي بصي بتبقى شكلها منظم كده في الفريزر، وكأنك بصي جايبة حاجة من السوبر ماركت كده. والله انا في ناس كتير تقولك ليه بتفرزي، هو انتي لسه هتفرزي؟ لا، انا بجد اللي بيفرز عارف قيمة التفريز وعارف قيمة اللي بيعمله. انا يعني بتعب شوية، بتتعبي شوية، بس بعد كده بترتاحي اما بتطلعي الحاجة كده. بصوا يعني ما شاء الله، يعني الحاجة جاهزة معاكي على الاستخدام على طول. عندك مشوار بقى مستعجلة وجاية مستعجلة، سيدة عاملة وبتشتغلي وعايزة حاجة سريعة، مفيش أنسب من طريقة التفريز البسلة بالطريقة الجميلة اللي أنا بقول لكم عليها دي. بجد بتطلع لك طعم وبصوا يعني حاجة حلوة جدا، وسهلة وسريعة. ان شاء الله هتعجبكم. حبايبي يا رب تكون طريقة التفريز دي عجبتكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة، ويا ريت بقى تعملوا شير كده للطريقة دي لاصحابكم، عشان تفيدوا بيها غيركم. بصوا بقى انا كده خلاص كنت قفلت العلب، وهوديها على الفريزر على طول. عايزين تعينوا في اكياس زي ما انا بقول لكم، عينوها في الاكياس. بس في العلبة كده. بصوا انا زي ما انا بقول لكم، انا كنت حاسة ان هي يعني ايه، زي ما تكوني شارية حاجة من بره من السوبر ماركت كده، بتبقى جاهزة معاكي في العلب، بتبقى شكلها منظم اكتر. وبعد كده بتبتدي ان انتي تعينيها بكل سهولة في الفريزر بتاعك، وبألف هنا يا حبايبي. اهي كانت العلب ما شاء الله كانت جهزت معايا، وحطيتها بقى في الفريزر على طول، رصيتها كده. عايزه اوريكم انا عاينه برضو بسله متفرطه من غير غسيل خالص، بس بالطريقه دي انا عاينه الجزر لوحده زي ما انا قلت لكم. بس طبعا اللي هي العلب دي انا بفضل كده ان انا ان شاء الله اعينهم لشهر رمضان، عشان يبقوا سهلين معايا. انتوا عارفين في رمضان الواحد بيبقى عايز حاجة سريعة في الاستخدام. يا رب يا حبايبي تكون الطريقة عجبتكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة. شكرا حبايبي لمتابعتكم.